مرحبا بالمتابعين الكرام في جديد الميركاتو الصيفي، وهذه المرة مع فريق الرجاء الرياضي، حيث تمكن الرئيس المعين حديثا جواد الزيات من إبرام صفقات ناجحة منها صفقتان اليوم. ويتعلق الأمر بكل من لاعب الفتح الرباطي أيوب مولوعي، الذي يعد من أفضل المهاجمين الصرحاء في الدوري المغربي، والذي تمكن من تسجيل 11 هدفا الموسم الماضي، والذي يتميز بطول مناسب يبلغ 183 سنتيما، كما أنه صغير السن، ما يؤهله بدنيا للعطاء لسنوات طويلة، حيث يبلغ من العمر 22 سنة فقط. اللاعب كان مرغوبا من العديد من الأندية المغربية، خاصة وأبرزها الجيش الملكي، الذي دخل منافسا قويا للرجاء للظفر بخدمات المهاجم المغربي. وبخصوص الصفقة الثانية، فالأمر يتعلق باللاعب الممارس بالدوري الهولندي بلال ولد الشيخ، الذي يشغل مركز المهاجم الأيمن ذو 27 ربيعا، ذو طول متوسط ومهارات مناسبة لمركزه. تنقل بين العديد من الأندية الأوروبية المعروفة، يتميز بتسجيل الأهداف والتقييم الجيد على منصات الإحصاء. وأبرز نقطة تلعب له هي المهارة وصناعة الأهداف، فاللاعب قد صنع 20 هدفا في موسم واحد، وهي نسبة ممتازة، ما يجعله قيمة فنية وتقنية مضافة للرجاء، الذي يسعى لخلق فريق منافس بقيادة رئيس جديد وأوضاع أخرى طال انتظارها، وأخذت في التحقق مطلع هذا الموسم عقب تفعيل الشركة والشراكة مع راعي رسمي تاريخي بتمويل جيد. هذا كل ما يخص جديد الرجاء الرياضي، نشكركم على المتابعة.